السلام عليكم. خير الكلام هو الصلاة والسلام على خير الأنام. ملي كتسمع باللي البطيخ والخيار كيعطيو الانتعاش وفيهم الماء، هذه هضرة سطحية ديال الاستهلاك العادي. ركز معايا، ملي كنهضروا بعلم الفيزيولوجيا والكيمياء الحيوية القصة جد مرعبة، وهذا الشيء اللي كتاكل يكون هو اللي كيتقبل ليك الأمعاء ديالك بلا ما تحس. الفصيلة القرعية بحال الخيار والبطيخ والدلاح باش تحمي راسها في الطبيعة من الحشرات كتصنع واحد المركب كيميائي سام ومر سميتو الكومبيرسين. هذه ماشي فيتامينات، هذه أسلحة دفاع بيولوجية. ملي كتدخل هاد المادة لجهازك الهضمي كتمشي مباشرة للغشاء المخاطي المبطن للأمعاء وكتبدا تهاجمو بحال شي حمض. شنو كيوقع فيزيولوجيا؟ بحال الكومبيرسين كيضرب الروابط الدقيقة بين الخلايا تاي جانكشنز وكيفككها. النتيجة هي الليكي جيت سيندروم، أي متلازمة ترشح الأمعاء. الأمعاء ديالك كتولي بحال شي صفاية مثقوبة كتدوز السموم والبروتينات غير المهضومة مباشرة للدم، وهذا الشيء هو اللي كيشعل سيستيميك انفلاميشن في الجسم كامل وكيبلوكي ميتابوليزم ديالك. واللي تيقول لك البطيخ فيه الفيتامينات نقول له تتبن فيه الفيتامينات، ولكن واش تاكلوا البشر؟ هنا كيتجلى العمق ديال نظام الطيبات ملي كيصنف هاد النباتات الزاحفة بأب الأرض. التركيبة الكيميائية ديالهم مصممة لتلائم الجهاز الهضمي ديال الأنعام اللي كيتحمل هاد المركبات الدفاعية، ماشي للإنسان المكرم اللي الجهاز الهضمي ديالو دقيق جدا. أي خلل فيه كيؤدي لأمراض مناعية ومقاومة للأنسولين. المرض كيبدا من الأمعاء والشفاء كيبدا من الأمعاء. الصحة لا تحتاج مسكنات، كتحتاج قرارات مبنية على علم دقيق ماشي على العاطفة. داكشي اللي كتاكلو اليوم واللي كيبني الخلايا ديالك غدا. نشوفكم في فيديو جديد.